قام عاشور سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا لاهي نرحم على الشهداء كهيجي، الناس اللي انقتلت، اللي معبرة عن رأيها اللي انقتلت في كهيجي، ولاهي نرحم هون على شهداء الحدود اللي واجعة موريتاني ما قد تحميهم الجيش الموريتاني، ووحل عنهم في شما يعني تزوير الانتخابات، ووحل عنهم هون، وعاد متبارك يقتل الشعب ومخلي الشعب له كل واحدين يقتلوه. راني مرحمة عليهم وراني معازية ذويهم، ولاهي نقول لهم هون الرحمة والقهران وجنة الرضوان والنا لله وإنا إليه راجعون. لاهي نقول هون لأن المشروع ما فيش مناقش، بلي هذا المشروع من 2016 ما كان مهم، معناه أنه يعد فيه الفائدة هو اللي جاب هون يناقش. قال يعطي يناقش هون اليوم تزوير الانتخابات، ويعطي يقعد مناقش في البرلمان، ويعطي يقعد مناقش هون قطع الانترنت عن الشعب الموريتاني، إياك إنه تجيه آلة القمع وتقتلوا ما يعلم به حد. هو اللي يعطي يناقش هون. هم ذو مشاريع اللي جايين هم ذي الحكومة اللي بعد قاعد أنا نحتسبها لأنها حكومة ما هي شرعية، ما مياطة قاعدة تناقش مشاريع، مياطة تناقش صار كذا ذا اللي احنا هون البرلمان مياطة ناقشوا الناس اللي انقتلت في المظاهرات، والناس اللي انقتلت على الحدود ومياطة ناقشوا. هذا المشروع ما عنده علاقة بالشعب الموريتاني، بلهذا ما له يجبر من الشعب الموريتاني، ما هو كعوة نعوة، بلهذا يعنيهم هم ومشاريعهم هم يعرفوا ذاك اللي يديروها فيه. لا نقول هون على أن تزوير الانتخابات نحن منجين به، ولا نقول هون على أن الرمز اللي تقولون انتم رئيس الرمز الرموز تقول انتم، لا نقولوا عنه رمز صفر اللي ما جاب بليده ما قالوا يا زوره هو ما رئيس لا كايس وما رئيس. لا هو ما شرعي ما رئيس، هو ان قالوا زيرو ورمز زيرو لا كايس لا كايس ورمز زيرو لا كايس ورمز زيرو زيرو ما جاب بليده ما قالوا زيرو. هو دخلي في الموضوع الانتخابات احنا لا نجي واقفين ضدها. دخلي في هذا الموضوع. الموضوع ما دخلت به ما يعنيني، انا يعنيني هو الناس اللي قتلت في كهيجي بدم بارد، قتلها وزير الداخليه وحكومته، هو اللي يعنيني. بلي الحكومه ما عندي قاع شرعيه، بلي الحكومه حكومه القتل، حكومه التزوير، حكومه الجوع، حكومه التجويع. انتم هون معنيين بتسيير جلسه تتعلق بهذا البرلمان اللي هو تتعلق بهذا المشروع اللي بين ايدينا. مالك البرلمان يعني من فضلك سيد نائب المواقر دخلي في الموضوع. يعني لا دخلي في الموضوع سيد نائب المواقر. سيد الرئيس لا تفرغ دقائق انا نقول لا اللي ميالطو ينقال باللي ماني جاي هو دخلي في الموضوع. نقول على الشعب الموريتاني لا يسلك من حكومه التزوير ويشترك من الحكومه ما عليه الاخر ما عينه قاع في طيارات ولا يعدل ناقل مثلا ولا يعدل لا يسافر فيها الناس اللي ماتت، الناس اللي قتلت اللي قتلها وزير الداخليه والحويرثي الدموي، معناها عن الناس ما طياره ما يدوروها، يدوروا شي يعيشوا به ويدوروا الامن ويدوروا الجيش يحرص شكرا الرؤساء. وبالتالي سيد الرئيس بعد انتوما كمعارضه رانا شاكرين كمعارضه هون نتكلموا عن معارضه اغلبيه نتكلموا هون عن هذا اللي يتعلق بهذا المشروع اللي بين يدينا لها مصداقيتكم والانتخابات لها حديثها. شكرا سلكوا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة خارج كلمات من الحسانية كنت نسمعهم يا غير ما قد شفتهم سابق اليوم. على الوزير معايا خارج كلمات من الحسانية كنت نسمعهم يا غير ما قد شاهدتهم سابق اليوم. واحدة منهم عن اللي غلبوه الطيور النازلين يروغوا الطيور الطايرين، واحدة منهم عن اللي غلبته الدنيا يقول الآخرة جات. وحقيقة حد شاف معالي الوزير يدون باهتمام طلبات النواب وذي اللي دور والطرق والتذاكر، يعرف عنه في مسرحية كبيرة. هو يعرف عنه بعد 4 أيام والله 5 ماشي عن الوزارة، ويعرف عن الإدارة في موريتان ما هي مستمرة، ويعرف عن الإدارة ما هي يعرف عن الإدارة ما هي مستمرة، يعرف عن الإدارة ما هي مستمرة، وعنه الوزير اللي يجي وراه والله ما هو لا يسوي ولا يقبض عين اعتبار هذا كان يقول. معالي الوزير يسير وزارة فيها 55 مليار، منين يعود خلال السنة؟ ما عاد عنده من الجرأة ولا الشخصية ولا القوة، فاش الوتات يعودوا فقط يخرصوا كرعيهم، كانوا كرعين صالحين، ويخرصوا دبش كل وتة فوقها 20
قطر فوقها، ما قد تتخذ قرار. عندك ميزانيه 55 مليار وتنفذوا خلال السنه هذه الوزاره قالها وزاره الموت، وهذه الطرق تحصد ارواح المواطنين الموريتانيين الابرياء كل يوم، ولا في دم سال على واحده من الطرق ما جزء منه في رقبتك، لانك مسؤول عنه. ومنين ما تتنازل وتقول اذا ما عندي له شيء يعود مسؤوليته. حقيقه نقاشكم اليوم وسولانكم للوزير اللي يفقدني بذاك اللي قال مولانا في سوره يونس حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ولا نقول لك ولا نجاوبك الا بذاك الجواب به مولانا. الآن يا معالي الوزير، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ايش معنى نعود لا نناقشوا أخبار الطرق حالا في آخر يوم وفي آخر لحظة وأنت عندك 55 مليار والموريتانيين يموتوا على الطرق كل يوم ما قد عدت لهم شيء؟ ايش معنى عندك لا يتناقش لنا أخبار اتفاقية شيكاغو وزيادة ب3 ولا 4 ولا 5؟ هذا مهم عندنا، احنا مهم عندنا أولادنا اللي يموتوا على الطرق، مهم عندنا الوتات اللي ما هم صالحين للشيء وكرعهم ما هم صالحين وفوقهم الدبش، وأنت ما نقات تتخذ قرار عن الدبش عن مات لا يعود فوق المستوى الفلاني، والله عن الفحص الفني يعدل كل سنه. ما عندك علاقه بذا. منين توقف اليوم عند بوليس صورتي يسوى طريق الامل ويسوى الطريق الاخرى، لا تشوف اثرك ولا تشوف ذا اللي خليته في ذي الوزاره وانت تغادرها. هذا يجب عنه ينقال لك، ولا قال لك حد عدلت الطرق ولا قال لك ما عدلتهم. هذه فضتنا احنا وفضت اولاد موريتان، وعندنا 55 مليار. منين تصرف علينا من 20 مليار والله 30 مليار وتجينا وتقول لنا عنك انجزت؟ ما انجزت ولا عدلت. وهذه الوزاره منين تعود خالقه جائزه ينقال لها جائزه الموت تستحقها هذه الوزاره بها ذا اللي ماتوا من اولاد موريتان على هذه الطرق، وانت مسؤوليتك عنها شخصيه ما دام انك ما قدمت استقالتك ولاقت عنك ما عندك له شيء ورضيت به، وحالها حال القطاعات كامله اللي قد مريتوا بها للاسف الشديد. السلام عليكم.